عمرك فكرت في استخدام المفك في المطبخ؟ استني شوف الفكرة دي هتغير نظرتك للمبشرة للأبد. أول حاجة قبل ما نبدأ، السلام عليكم وأحلى تحية حب لأحلى متابعين، أتمنى تكونوا بخير. أول فكرة النهاردة هنشوفها مع بعض وهتجربوها وتشكروني بعدها، حيلة بسيطة بس عبقرية. هنشوف شوية أفكار النهاردة في الفيديو إن شاء الله، أتمنى تكون تعجبكم. ونبدأ بأول فكرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو عايزة تكسري مثلا سوداني بالشكل ده، عايزة تقشريه تتكي عليه بالحتت بتاعة المقص دي، هتلاقيه اتكسرت معاكي بالشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي حالا. عشان بصور بايد وماسكة بايد يا جماعة، معلش بقى ايه، هتلاقيها فتحت معاكو بكل سهولة بالشكل اللي انت شايفاه ده. جربيها وقوليلي نفعت معاكو ولا لأ في التعليقات. خلاص بالشكل اللي انت شايفاه ده، تك عليها. دي بقى دي دقة، اسمها دقة. لو مش عندك مثلا اكل في يوم جربيها. دي بتحط عليها سمسم وسوداني، كزبرة وملح وفلفل وكمون. جربيها وطحنيها اعملها لكم مرة لو حابين، وقولولي ايه رأيكم. لو حابة تعملي ترمس وهو مفيد جدا طبعا، وتسلية احلى من الشيبسي والحاجات اللي الولاد بيجوها دي. نقعيه من مثلا من بالليل للصبح وسويه على البوتاجاز، حطي معاه رشة من الكربوناتو، هيستوي معاكي بكل سهولة. وغيروا له المية وتحطي له ملح. بقى ممكن تحطي شطة معاه في المية المغلية. بعد ما تبرد تحطي عليها معلقة من الملح، معلقة من الشطة، ممكن ليمون، عصرة ليمون، وتحفظي فيه الترمس ده. ممكن يقعد معاكي شهر في التلاجة لو حفظتيه بالطريقة الصحيحة. ونقعيه كويس جدا. للناس اللي عندها قولون ما تتعبش منه، لما تنقعيه ليلة كاملة مش هي. لو ما عندكيش وقت عايزة تعمليه على طول، هتغليه غلوتين وبعدين تطفي عليه، تسيبيه ساعة مطفي عليه ونغطي، وبعدين ترجعي تسويه، هيستوي معاكي بكل سهولة. وبالشكل ده ترمس جاهز للأكل، أحسن من تشتريه من بره. جربوه. ممكن تديه لولادكم في اكياس، في علبة، في قلب الشنطة، في لانش بوكس. حلو جدا تاخدوه معاكم كده لو حابين تروحوا جنينة وتفسحوا ولا حاجة. جربوا. بصوا بقى، هي دي الطريقة، الفكرة فكرة هتجربوها النهاردة وت... ومش هتندموا. هتجيبي كده طبعا المفك عندنا، وتفتحي كده الفتحات اللي اتقفلت دي اللي شايفينها، تبقى من كتر الاستخدامات اتنت، فتفتحيها بالشكل ده وهترجع معاكم كده، هتبقى جديدة من اول تاني. وممكن تصنفروها بحتة صنفرة او ورق الفويل. تمام. ممكن تجيبوا حتة ورق فويل كده وتمشوا عليها كده بعد ما نعملها بالمفك، وكده ترجع معاكي جديدة وتستخدميها حلوة جدا. واستخدموها هي نايمة كده، وحطوا تحتها حاجة هتلاقيها تبشر معاكم. والصغيرة دي برضو ممكن تعملوها بنفس الفكرة بس بحاجة ارفع بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. بس المفك ده اكبر كبير، نشوف حاجة صغيرة ونعملها. لو برضو متنية او استخدمتوها كتير وما بتبشرش معاكم كويس، يبقى كده الفكرة بتاعتنا ان شاء الله جربوها وتعجبكم. ممكن بقى تجربوا بالصغير دي مثلا بشوكة زي كده او مفك اصغر. شوفوا بقى انتوا عايزين تعملوا ايه بايه ومتوفر عندكم. عندك هنا معلقة قديمة ممكن تستخدميها في حاجة حلوة جدا. هتسخنيها على البوتاجاز، سخنيها كويس جدا على البوتاجاز، وبعدين هتجيبيها تحطي عليها شوية بخور. لو بتحبي تبخري، البخور اللي بيتباع عند العطار ده
او لو مش عندك بخور حط شوية قرفة، هتبخري الشقة كلها بريحة جميلة جدا. وامشي بيها، بص الدخان بقى يطلع معاكي يعني حلوة جدا وتوفر عليكي. لو مش عندك مبخرة جربيها، وبالشكل ده عملتي مبخرة بمعلقة قديمة، جربيها مش هتندمي. عندك ازاز فاضية زي دي، هنعمل بيها مية او عصير، ما ترموهاش، هنحولها مع بعض حاجة روعة. معايا هنا بنسة، عارفين البنسة ولا مش عارفينها ولا ايه؟ فكرة بسيطة وسهلة، بس النتيجة فخمة وشياكة بأقل حاجة، ويعني من حاجة بترموها. خليكم معايا خطوة بخطوة، ويلا نشوف هنعمل مع بعض ايه بالازاز الفاضي اللي بيترمي في الزبالة. بصوا بقى، عندنا ازايز هنا، شايفين الازاز دي طبعا بتترمي اول ما بنشرب من الحاجات دي، والولاد بيجيبوها ويشربوها، وبتترمي في الزبالة، بيكسروها كمان في الشارع وبيبهدلوا الدنيا بيها. عندي هنا حديدة، تمام، وعندي هنا بنسة جايباها على قد بالظبط الازازة، تمام. يعني هي يعني تشوفوها كده صعبة بس هي سهلة. فبحطها على النار تسخن تحمر خالص، وبعدين لو عندك قطعة ازاز يبقى حاجة حلوة جدا، بس كتير جدا مننا ما عندهمش قطعة ازاز. فانا عملت ايه الفكرة دي، اني حولت السيخ الحديد تنيته كده على قد الازازة، وبعدين علشان امسك الازازة بتاعتي امسكها بالبنسة، علشان الايد بتاع البنسة مش هتسخن معانا، بجد مش هتسخن يعني. خلاص، بتحطيها على البوتاجاز فترة حوالي دقيقتين او 3 تسخن معاكي، وبعدين تجيبيها. هقولك هتعملي فيها ايه. عندنا هنا ميه لازم تكون ساقعه، تمام، وتكون حاجه طويله، علشان الميه دي مش هتنفع احطها في حاجه اطول، زي يعني زي الخلاط، تمام، حاجه طويله زي شبه الخلاط كده طويل، تمام. وانا دلوقتي هحطها في الخلاط علشان الازاز عندي طويله، فاهمين؟ هتشوفوا دلوقتي حالا كل حاجه قدامكم يعني. وبعدين بجيب بقى الحديده اللي احنا سخناها دي وبنلف على الازازه، تسخن معانا الازازه، تحس ان هي سخنت معاكي، ده انك تلف كده سخنت معاكي الازازه، هتشيليها تحطيها في الميه على طول، هتلاقيها انفصلت معاكي الجزء اللي انت بتقطعي منه فوق ده او تحت، تمام. لازم يكون حاجه طويله كده بالشكل ده، وتلاقيها انفصلت معاكي بكل سهوله بالشكل ده، بقت زي الكاس او الكوبايه. خلاص كده اهو. والاتنين اللي قدامكم دول برضو معمولين بنفس الطريقه، وهوريكم واحده ثانيه. انا عملت 4 5 أو 6، هنعمل دي قدامكم بالشكل ده اهو. وبنلف كده الازازه عشان كلها تاخد نفس الشكل، وبتعملي كل بقى الازاز اللي عندك او متوفره عندك بتعمليها بالشكل ده. ايه هنعملها ايه يعني الفكره اللي عملتيها كده، ايه الفكره وايه الحلاوه اللي في الموضوع، ان هي انت ممكن تاخدوها يعني تبقى كاسات او كوبايات يعني تستخدموها في البيت، وممكن كمان تلونوها ترشوها، تبقى شكلها جميل جدا ورائع، وتبقى فكرة حلوة من ازاز اللي انتوا بترموها. حاجة سهلة وبسيطة، ويعني مكونات مش مكونات كمكونات بتترمي بالشكل ده وزي ما انتوا شايفين. بس اهم حاجة طبعا هتقولوا بتعور بقى، لازم نعمل ايه عشان ما تعورناش؟ هتطلعوها من المية على طول تصنفروها بصنفرة كده. هجيب صنفرة عندي، عارفين الصنفرة بتتباع عند الموان، وبنعمل كده علشان نموت الحتة اللي بتعور. لازم نعملها بالصنفرة كده علشان طبعا ما تعورش حد وهو بيغسلها وهو بيمسكها بالصنفرة كده. لازم نقعد نعمل فيها كده بالشكل ده من الحرف بتاعها اللي احنا قطعناه. فطبعا عشان ما تعورش حد لازم تعملوها بالشكل ده بالظبط كده من جوه ومن بره عشان ما تعورش معانا حد يا جماعه. ونخلي بالنا، تخلي بالكم من ايديكم وانتوا شغالين عشان ما تعوروش وتدعوا علينا، فتدعوا علينا بدل ما تدعوا علينا. خلاص، فبالراحه وكده يعني الحاجه بتتعمل على طول. بس ممكن تخلوهم كده، تغسلوهم وتخلوهم كده مفيش اي مشكله خالص. الشكل ده عادي، تبقى حلوه وشكلها كل واحده لها شكل ولها منظر. او تشيلوا الحاجات اللي عليها دي لازقه على بتاع الكوبايه الصفرا دي او الازازه الصفرا دي بتتشال، والتانية عليها ورقه حط في ميه وبوش وتطلع معاكي. هوريكم النتيجه
دلوقتي حالا بالشكل، بتستخدميها في اي حاجة، عصاير شغال. بص ممكن تعملي لها كمان قاعدة من الكنز. تمام، عارفين الكنز تقطعوا منه الحتة اللي تحت كده وتنعموها بالصنفرة برضو وتعملوا لها قاعدة وترشوها، يبقى حاجة خطيرة جدا. ممكن تستخدموها بالشكل اللي انتم شايفينه ده زي ما هي، او نستخدمها بقى زي ما هوريها لكم دلوقتي. تمام، وزي ما شفنا كده يعني الحاجات الفاضيه او الازاز الفاضيه ما نرميهاش، شكلها شيك ومميز بسيط رخيص ومفيش اسهل من كده. وعايزاكم بقى لو جربتوا الفكره دي تعملوا، تكتبوا لي في الاول في التعليقات وتعملوا لايك وتوروا اصحابكم وتوروني شغلكم بالصور بتاعتنا، ابعتولي. مستنيه لايك يفرق جدا ومعايا، واشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل افكار الحلوه اول باول. وبحبكم، وشوفوا استنوني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.